جاي ياخدك في رحله تحليل الماتش الاسماعيلي والاهلي والزمالك والبنك الاهلي، والماتش اللي قدر النادي الاهلي يكسبه والماتش اللي قدر نادي الزمالك يكسبه، ونادي الاهلي رفع رصيده 24 نقطه ونادي الزمالك رفع رصيده 24 نقطه. بقول لك ايه، ما تيجي معايا وتسمع التحليل احسن. يلا بينا. النادي الاهلي بيقدم ماتش قوي جدا قدام النادي الاسماعيلي، لكن تحس ان لعيبه النادي الاهلي كانت مركزه في ماتش الترجي التونسي، وكل اللعيبه خايفه على رجليها، وكل لاعب خايف لا يتصاب علشان يقدر يلعب ماتشين النهائي امام الترجي التونسي، واللي بالنسبه لاي لعيب اهم من الدوري مليون مره. لكن لعيبه النادي الاهلي على قدر المسؤوليه، وعملوا ماتش عالي جدا، واستحوذوا على الكوره في وسط الملعب، ودفاع الاهلي كان على قدر كبير من اليقظه، وجناحين الاهلي عملوا الفرق. ولو ما كانش احمد عبد القادر خرج مصاب كان الاهلي ممكن يزود الاهداف عن هدفين، وبيرسي تاو نازل فايق. مجدي قفشه طبعا ما لعبش عشان في مشكله بينه وبين كولر. عايز اقول لك ان مجدي قفشه حاسس انه مش واخد حقه، وحاسس ان امام عاشور جه خد مكانه، وده مسبب لمجدي قفشه مشكله. شفنا حسين الشحات نزل ولعب وادى بشكل كويس جدا، وشفنا نادي الاسماعيلي كان بيلعب على قد امكانياته، ولاعيبه نادي الاسماعيلي كان عندها رغبه انها تلعب ماتش كويس وتقدم ماتش كويس وترجع الاسماعيليه حتى لو بنقطه. لكن الكلام ده ما ينفعش قدام نادي الاهلي، لان النادي الاهلي عنده لعيبه على اعلى مستوى، ولاعيبه عندها خبره كبيره جدا، ولاعيبه عندها مدرب فاهم، ولاعيبه بتمثل كيان عظيم. مش معنى كده ان كيان الاسماعيلي مش كويس، كيان الاسماعيلي عظيم جدا، لكن نادي الاسماعيلي اصطدم بالنادي الاهلي وهو في افضل مستوياته، وروح معنويه عاليه جدا، وده طبعا بوصوله لنهائي افريقيا. وكلنا بنتمنى للنادي الاهلي انه يكسب بطوله ابطال افريقيا. ماتش مهم جدا للنادي الاهلي، رفع بيه رصيده 24 نقطه وحسن مركزه في الجدول. عايز اقول لك ان النادي الاهلي فاضله 5 ماتشات، ولازم النادي الاهلي يفوز بماتشاته ال5، لانه لو فقد نقطه واحده بيراميدز الاول. فالنادي الاهلي هيلعب الفتره الجايه في الدوري مضغوط جدا، وده بعد ما يرجع من دوري ابطال افريقيا اللي باذن الله ياخده. خلصنا تحليل ماتش الاهلي والاسماعيلي، نروح لتحليل ماتش الزمالك والبنك الاهلي. يلا بينا. ورجعنا لكم تاني مع تحليل ماتش الزمالك والبنك الاهلي. نادي الزمالك بينجح انه يفوز على البنك الاهلي 1-0، هدف من ضربه جزاء لزيزو. نادي الزمالك بيقدم ماتش مش احسن حاجه. نادي الزمالك زيه زي الاهلي، عينه على الكونفدراليه، وكل اللعيبه خايفه لا تتصاب، وده اللي حصل النهارده للزناري ومصطفى شلبي. واللي مش عارف نادي الزمالك هيلحق يجهزهم ولا لا. مصطفى شلبي ورقه مهمه جدا لنادي الزمالك، والزناري ورقه بديله برضه مهمه لنادي الزمالك. نادي الزمالك لعب من غير مهاجم لحد ما اتصاب مصطفى شلبي، خرج ونزل سامسون بقى مهاجم. نادي الزمالك بيلعب بخط نص مهاجم رهيب على اعلى مستوى. نادي الزمالك جايب لعيبه جحده في خط النص والثلث القدام، دونجا مع عبد الله السعيد مع ناصر ماهر مع احمد حمدي، ويمين احمد مصطفى السيد زيزو، وشمال مصطفى شلبي. ده قبل ما يطلع. لما طلع مصطفى شلبي ونزل سامسون في الهجوم اتحول ناصر ماهر للشمال. اللي يقول لك ان نادي الزمالك كان بيلعب 3-4-3 4-3-3 4-2-3-1 ما تصدقوش. لعيبه نادي الزمالك ما كانتش متقيده بالمراكز، كل لاعب بيبدل مع زميله. تحس ان الثلث الهجومي بتاع نادي الزمالك ده اي حد يلعب في اي حته. يعني سيبك من كلام الاستوديوهات التحليليه، ركز معايا انا هنا في قناه الزمهلاوي، قناه الزمهلاوي على يوتيوب. نادي الزمالك ما عندوش لعيب بيلعب في حته ثابته. عبد الله السعيد بتلاقيه ورا، تلاقيه في النص، تلاقيه قدام. احمد مصطفى سيد زيزو بتلاقيه يمين وتلاقيه شمال وتلاقيه ورا وتلاقيه قدام. ناصر ماهر تلاقيه شمال وتلاقيه في النص. احمد حمدي في النص وشمال ويمين ومهاجم. سامسون اكينولا كان بيرجع لخط النص وتلاقيه مهاجم. احمد فتوح باك شمال وخط نص ومهاجم. عمر جابر باك يمين ونص ومهاجم. هتقول لي ده بيطلع يصنع الهجمه ويرجع تاني. ايوه طبعا، بس اللي هو ده هجوميه، فما تصدقش ان في لعيب متمركز في مكانه غير اثناء الدفاع بس. اثناء ما يكون في هجمه على الزمالك كل لعيب بيرجع في مكانه، لكن اثناء الهجوم ما تلاقيش لاعب متقيد بمكانه، وتلاقي اللعيبه بتلعب في اي حته وفي اي مكان بالتبادل مع بعض وبالتفاهم مع بعض. نادي الزمالك رفع رصيده 24 نقطه وحسن مركزه في الجدول. نادي الزمالك لازم يفوز ب3 ماتشات اللي فاضل له علشان يقدر ينافس على المربع الذهبي، لان بيراميدز متصدر بفرق كبير عن نادي الزمالك. يعني نادي الزمالك لو فاز ماتشاته المتاجله هيبقى بيراميدز متفوق عليه ب6 نقط. مبروك لنادي الزمالك وهارد لك البنك الاهلي. احنا قناه الزمهلاوي على يوتيوب، متابعتك لينا شرف لينا. ما تنساش اللايك والمتابعه.